السلام عليكم متابعي دراما سبورت. اليوم بدي أحكي عن أفضل مباراة للمنتخب شفتها واستمتعت فيها. طبعا ركز لي على كلمة شفتها، لأن جيل السبعينات وجيل الثمانينات ولاعيبة هذا الجيل ما لحقتهم. لذلك يا شباب ما فيني أحكي عن أي مباراة تتعلق بهداك الجيل، فيني أحكي عن مباريات منتخبنا من عام 2000 لعام 2020، 20 سنة وأنا عم تابع مباريات للمنتخب. ممكن تتصور مباراتنا مع قطر واللي حققنا فيها الفوز بنتيجة 3-1 كانت الأفضل، أو مباراتنا مع إيران واللي تعادلنا فيها بنتيجة 2-2 كانت الأحلى. لكن برأيي الشخصي أكثر مباراة استمتعت فيها، أكثر مباراة عشت التفاصيل، الحزن، الضحك، الفرحة، البكاء، كانت مباراة سوريا والإمارات. مباراة منتخبنا والإمارات كانت مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2010. هاي المباراة تم لعبها بعام 2008 ب6-6. المباراة كانت صعبة، المباراة كانت حلوة، واستمتعت بهاي المباراة بالذات. طبعا كنا بمجموعة صعبة جدا، المجموعة كانت بتضم منتخبات إيران، الإمارات، منتخبنا ومنتخب الكويت. مجموعة صعبة جدا وأكيد صعب التكهن فيها. ولما بحكي لك مجموعة صعبة فلازم تتفهمني لما بحكي لك عن تصفيات كأس العالم الحالية وإنه عم نلعب مع منتخب المالديف وغوام، فأكيد ما بتتقارن بالتصفيات القديمة اللي كنا عم نلعب فيها مع منتخبات أقوى بكتير من منتخب المالديف وغوام. ولحتى أحكي لك عن مباراة سوريا والإمارات، أكثر مباراة استمتعت فيها أو أكثر مباراة بعتبرها الأفضل للمنتخب خلال آخر 20 سنة، لازم نحكي عن التصفيات اللي لعبنا فيها قدام منتخب إيران، قدام المنتخب الكويتي، وأخيرا قدام المنتخب الإماراتي. مثل ما حكينا كنا بمجموعة صعبة بتضم منتخبات إيران، الإمارات، الكويت ومنتخبنا، وكانت أول مباراة قدام المنتخب الإيراني بملعب آزادي بإيران، وحققنا التعادل السلبي، واكيد كانت نتيجة عظيمة انك تتعادل مع المنتخب الايراني بملعب آزادي. بالمباراة الثانية لعبنا مع المنتخب الاماراتي بالشام وتعادلنا بنتيجة 1-1. قلنا ماشي حنعوض بالمباراة الثالثة، وبالفعل بالمباراة الثالثة حققنا الفوز على المنتخب الكويتي وصرنا قريبين جدا من التأهل. يعني صاحب المركز الأول والثاني بيتأهلوا، حققنا فوز وتعادلنا بمبارتين، تعادلنا قدام المنتخب الإيراني بآزادي، كانت التعثر الوحيد هو قدام المنتخب الإماراتي بالشام. المباراة الرابعة هي المباراة اللي صعبت مهمة المنتخب، لما لعبنا مع المنتخب الكويتي بالكويت، بوقتها خسرنا بنتيجة 4-2، وهاي النتيجة وهاي المباراة بالفعل أثرت على منتخبنا بتصفيات كأس العالم 2010. بعد لعبنا بالشام قدام المنتخب الإيراني اللي كان من منتخبات آسيا، من صفوة المنتخبات الآسيوية، ولهلا المنتخب الإيراني هو من المنتخبات القوية بآسيا، وتغلب علينا المنتخب الإيراني بنتيجة 2-0. وهيك وصلنا للمباراة السادسة، المباراة الحاسمة قدام المنتخب الإماراتي. نحن برصيدنا 5 نقاط، المنتخب الإماراتي برصيده 8 نقاط. المنتخب الإماراتي ما تعثر قدام المنتخب الكويتي، حقق بالذهاب وبالإياب الفوز على المنتخب الكويتي، بينما نحن حققنا الفوز بالذهاب على منتخب الكويت، لكن للأسف خسرنا قدام المنتخب الكويتي بنتيجة 4-2 بمباراة الإياب. وبذلك كان الفارق بين منتخبنا ومنتخب الإمارات 3 نقاط فقط لا غير. وهيك دخلنا على حسابات التأهل على حساب المنتخب الإماراتي. مباراتنا السادسة، المباراة الأخيرة بالتصفيات قدام المنتخب الإماراتي وبالإمارات، وفارق 3 نقاط فقط لا غير. وبوقتها يا شباب ما كان بيتم احتساب المواجهات المباشرة، يعني نحن تعادلنا مع المنتخب الإماراتي، في حال فزنا على منتخب الإمارات بالإمارات حنتأهل. ما كان بيتم احتساب هاي الطريقة، كانت طريقة مختلفة جدا، احتساب عدد الأهداف المسجلة، يعني فارق الأهداف. وطبعا كان اتحاد كرة القدم غايب عن الوعي وما كان سمعان بالنظام الداخلي للتصفيات الآسيوية، وكان كمان مفكر انه التأهل بنتيجة المواجهات المباشرة. وللأسف الاتحاد الآسيوي حكى للاتحاد السوري لكرة القدم انه هاي التصفيات بتحتاج فيها لاحتساب فارق الأهداف، وهون صرنا بنحتاج للفوز على المنتخب الإماراتي، ومو بس فقط الفوز على المنتخب الإماراتي، نحن بنحتاج لفارق 3 أهداف. انك تفوز على منتخب الإمارات بملعب العين، يعني بدولة الإمارات وقدام كل هالحضور الجماهيري، أمر ممكن يكون يعني سهل جدا، لكن انك تفوز على أرض الإمارات بفارق 3 أهداف، فهون انت بتحتاج لمعجزة حقيقية. هاي المعجزة كانت ممكن تتحقق، هاي المعجزة لما بتشوف تشكيلة المنتخب بتحس انه ممكن، ليش لا؟ لازم نتأمل ولازم يكون في أمل، ولازم نفوز على المنتخب الإماراتي بفارق 3 أهداف. كان بحراسة المرمى على ما أذكر مصعب بلحوس، قلبي الدفاع علي دياب، عمر حميدي، بلال عبد الدايم، سامر عوض، بخط الوسط عادل عبد الله،
بخط الوسط المهاجمين صناع لعب محمود آمنة، جهاد الحسين، لؤي شنكو، وبالمقدمة سنحاريب ملكة وفراس الخطيب، وكان المدرب محمد قويض. وأكيد بدكة الاحتياط كانت التشكيلة كمان قوية جدا، يعني كنت ممكن تشوف رجا رافع وزياد شعبه. كان المنتخب السوري بالفعل منتخب مجهز، منتخب بضم نخبة من أفضل النجوم بهداك الوقت. ولأنك بتحتاج للفوز على منتخب الإمارات بفارق 3 أهداف، فمنتخبنا لعب المباراة أما كل شيء أو لا شيء. دخلنا بخطة هجومية بحتة، 5 لعيبة مهاجمين فيك تقول، ما حدا كان عم بيدافع. سنحاريب ملكة، فراس الخطيب، جهاد الحسين، محمود آمنة، ولؤي شنكو، 5 لعيبة اسلوب هجومي فقط لا غير. ومن بداية المباراة ضغط منتخبنا، بالفعل منتخبنا اكل المنتخب الاماراتي اكل. للدقيقة 34 سجل منتخبنا الهدف الاول عن طريق جهاد الحسين. هذا الهدف اجى بعد مجهود فردي من سنحاريب ملكة اللي اخترق الدفاع الاماراتي ولخبط الدفاع الاماراتي ومرر تمريرة سحرية لجهاد الحسين، واللي كان متمركز صح وسجل الهدف الأول اللي أعطانا أمل كتير كبير لتعويض النتيجة وتحقيق 3 أهداف بأرض الإمارات والفوز بهاي النتيجة. وللأمانة يا شباب بعد الهدف الأول للمنتخب ارتفع الأدرينالين فجأة، يعني حسيت أنه ممكن منتخبنا يقهر أي منتخب آسيوي بهذا الأداء بهاي الطريقة وبهذا الحماس. ممكن نفوز بنتيجة 4-0 إذا بدك. انتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0، ومع بداية الشوط الثاني بأول 5 دقائق طرقنا المنتخب الإماراتي الهدف الثاني عن طريق جهاد الحسين نجم المباراة. سجل هدف خرافي، هدف ولا أحلى. وهون بلش الخوف يدخل في قلوب الجمهور الإماراتي، حتى المعلق الإماراتي بلش يخاف، صار يطلب من مدرب المنتخب الإماراتي مشان الله يلا هجوم، العاب هجوم، لا تكون جبان، حنخسر 4-5. المنتخب السوري ضاغط من بداية المباراة للدقيقة 50. وبالفعل منتخبنا استمر بالضغط، الجمهور الإماراتي مضغوط، اللعيبة الإماراتيين مضغوطين، النتيجة 2-0. بنحتاج لهدف آخر ونتأهل على حساب المنتخب الإماراتي كصاحب مركز ثاني للدور النهائي بتصفيات كأس العالم. وهون بقدرة قادر انطفت الكهرباء بالملعب، ما في كهرباء، ما في ضوء، الإنارة ضعيفة. وأكيد يا شباب من الغباء تصديق انقطاع الكهرباء بدولة الإمارات. دولة الإمارات اللي ما بتعرف انقطاع الكهرباء، بهاي اللحظة انقطعت الكهرباء عن ملعب العين الإماراتي، ملعب اللي كان ممتلئ بالجمهور. انقطعت الكهرباء لمدة 10 دقائق، وبعدها عدنا للمباراة من أول وجديد. بعد عودة المباراة صرنا بنحس إنه المنتخب تخلخل شوي، يعني فقدوا اللعيبة شوية الحماس اللي كان موجود، ولعيبة الإمارات أخذوا شوية ثقة وبلشوا يلعبوا برتم بطيء، تبطيء المباراة، قتل المباراة. ومن هجمة مرتدة لا معنى لها لاعب المنتخب الإماراتي الحمادي بيتعرض للإعاقة من مصعب بلحوس وبياخد ركلة جزاء بالدقيقة 83. وطبعا يا شباب اغلب خبراء التحكيم بهداك الوقت كلهم اعتبروا انه هاي ركلة جزاء ظالمة وما في لها اي علاقة بركلات الجزاء بكل تاريخ كرة القدم. يعني لا البلحوس لمسوا للاعب ولا اي شيء، واخذ ركلة جزاء بالدقيقة 83. وسجل المنتخب الاماراتي عن طريق اللاعب اسماعيل مطر هدف تقليص الفارق، وصارت النتيجة 2-1. وصرنا بهاي الحالة بنحتاج لهدفين، نحن بنحتاج للفوز بفارق 3 أهداف. 3-1 ما بتكفينا، لازم نفوز 4-1 ليكون الفارق 3 أهداف ونتأهل على حساب المنتخب الإماراتي. والمشكلة يا شباب المنتخب الإماراتي سجل الهدف بالدقيقة 83، يعني أنت بتحتاج بظرف 7 دقائق ل 10 دقائق تسجيل هدفين بملعب المنتخب الإماراتي قدام منتخب قوي جدا بهديك الفترة. المنتخب الإماراتي كان عنده عناصر ممتازة، عناصر رائعة، فمنتخبنا ضغط ورجع للضغط، وكان مؤمن بحظه، مؤمن بأنه ممكن اللاعب السوري يعمل ويفوز بنتيجة 3 وبنتيجة 4. وبالفعل من خلال دربكة بدفاعات المنتخب الإماراتي ومن كرة عرضية سجل سنحاريب ملكة اللي كان من نجوم المباراة مع جهاد الحسين، سجل الهدف الثالث. وعلى هذا الهدف انتهت المباراة للأسف بنتيجة 3-1. حققنا بهاي المباراة الفوز بنتيجة 3-1، لكن ما تأهلنا بسبب فارق الأهداف. كنا بنحتاج لهدف رابع لنتأهل. منتخبنا خرج من تصفيات كأس العالم بهاي الطريقة. مباراة قدمنا فيها كل شيء بكرة القدم، التشكيلة كانت متكاملة، اللعيبة كانوا عم بيضحوا بالملعب،
الكل لاعب كان عم بيلعب لقميص المنتخب. كنت بتحس بالتضحية، بتحس بالإخلاص لهذا القميص. بالفعل المباراة لا تنتسى، بالنسبة لي لا تنتسى. مباراة المنتخب مع الإمارات من أكثر المباريات اللي تفاعلت فيها، فرحت وبكيت كتير بعد المباراة. للأمانة بكيت يعني بطريقة غريبة لمدة أسبوع، وأنا كنت عم بحكي مع حالي، كنت جانن يعني بطريقة هستيرية، لأن كان منتخبنا بالفعل كان بيستحق التأهل. حتى ما كان لي نفس بهداك الوقت اني اشوف شو عم يكتبوا الشباب بمنتديات كرة. يعني كان الوضع جدا بالنسبة لي ما نو مقبول. كيف نحن يعني مسجلين 2 هدفين وضاغطين بتنقطع الكهرباء فجأة؟ يعني هذا الشيء اللي ما كان فيني اقبله. كنت بانتظار قرار من الاتحاد الآسيوي، بانتظار اي قرار يؤكد تأهل منتخبنا، لكن للأسف تأهل المنتخب الإماراتي للدور النهائي بتصفيات كأس العالم على حساب منتخبنا مع المنتخب الإيراني اللي تصدر المجموعة. وهيك يا شباب بتمنى أكون يعني حكيت عن هاي المباراة بكل التفاصيل، بالأشياء اللي حسيت فيها بوقت المباراة، وبتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة.